واحد زميلنا نصحنا بالمطعم ده وقال لنا روحوا المكان ده وادعوا لي، وما كدبناش خبر، وفعلا رحنا واستقبلنا الاستاذ محمد والشيف خالد، وبقالهم سنين شغالين في مجال المطاعم. وبجد الشيف خالد عليه حبة اكل من ايديه يجنن، ومتميز جدا بتتبيلاته ونكهاته المختلفة عن اي مكان تاني. وبالرغم انهم شغالين بامكانيات قليلة، لكنهم محافظين على انهم يقدموا جودة اكل عالية جدا وبسعر مناسب. واكتر حاجة بتميزهم جدا البرجر، عندهم لحم صافي وتتبيلته الخاصة مختلفة جدا جدا. وبجد البرجر تحفة، ويقدر ينافس مطاعم كبيرة جدا في مصر. محتاج شوية دعم، وفعلا هيكون مشروع سلسلة مطاعم كبيرة. طلبنا من عنده كمان وجبتين زنجر ووجبة باربيكيو، وكمان بطاطس تشيكن بيتزا، وده اختراع كان فيه إجماع عليه وعجبنا كلنا جدا. وزي ما انتم شايفين الفراخ الفريش ولونها وتتبيلتها اللي بتخليها فعلا مميزة جدا عن أي فراخ ممكن تاكلها في أي مكان تاني. وتشويحها بصوص الباربيكيو على الجريل وريحتها اللي تجوع جدا، ولا الرز البسمتي والتوابل بتاعته اللي مخلياه خفيف وطعمه لذيذ جدا. يعني اي مكان تاني انت متقدرش تاكل الرز لانه تقيل، لكن بجد الرز البسمتي في حتة تانية خالص. وبجد جربنا سلطة الكولسلو، وهي في حتة تانية خالص، كانت خفيفة ومعسلة. ومع اني مش بحب الكولسلو بس اجبروني فعلا احبها. والتومية كان طعمها مختلف عن أي مكان تاني، ولا كانت حادقة ولا كانت مالحة، وفعلا تتحب. بابيزي تشيكن مطعم مميز جدا، وهو فعلا البابا. بجد الوجبة تحفة، بتتكون من قطع فراخ مخلية وبطاطس وكروسلو وتومية وبطاطس مقلية. نيجي بقى البطاطس تشيكن بيتزا، وده اختراع أحسن اختراع هذا الموسم لكرشك. قطع الفراخ متقطعة مع فلفل أخضر وطماطم، وبينزلوا على الجريل، ولونهم بجد جميل جدا، ولا كأنه منظر طبيعي مرسوم. وبعدها بينزل بالزيتون والبسطرمه ويقلبهم مع بعض، ويطلع البطاطس بالقلايه ويحط عليها التوابل اللي المطعم متميز بيها. يحط بطاطس في طبق وعليها الصوصات المختلفة زي الكاتشب مايونيز والباربيكيو والتومية والهوت شيلي ومستردة وصوص بابيز، وده خاص بيهم، واتمنى ان انتوا تجربوه. وده المنيو بتاعهم. مكانهم في الحضرة البحرية، اخر شارع خروب سامي من شارع ابو قير، واسم المطعم بابيز تشيكن. بجد كانت تجربه جميله جدا، وفعلا لو اي حد من صحابي طلب مطعم هرشح له المطعم ده، لان الجوده فعلا تستحق اللي احنا ندعم المشروع الصغير دوت، ويطلع النور ويكبر وينافس مطاعم كبيره ما عندهاش اي جوده. كان معكم مطعم جيه.